ازيكم؟ انا زمان كنت كدقني طويله وكنت شويه ملتزم، يبان عليا ان انا ملتزم، وكنت قاعد على كافيتيريا بشرب شاي مع صديق ليا. وبعدين لقيت اتنين جايين شباب صغير زي 22 سنه 24 سنه حاجه زي كده، واحد بيزق التاني كده يقول له روح قول له روح قول له روح اساله. فانا ببص لهم كده بقول لهم تعالوا خير في ايه؟ فقال لي يا شيخ انا عندي سؤال بس محرج اقوله. قلت له يا سيدي احنا رجاله زي بعض وقول اللي عندك. قال لي انا كنت بعمل العلاقة مع مراتي من يومين، وبعدين وانا بلعب في صدرها ببقي كده ففي شوية لبن وقعوا في زوري، فانا اتخضيت ووقفت الدنيا واتخضيت وكده. وتاني يوم رحت للشيخ فلان. احنا عندنا في المنطقة تقريبا يعني اعلى شيوخ او اكبر شيوخ او اعلم شيوخ هما اتنين، واحد دقة قديمة قوي وواحد يعني نص نص. اللي دقة قديمة ده متشدد جدا، واللي نص نص ده برضو يعني ايه. فقال لي انا رحت للشيخ فلان اللي هو الدقة القديمة ده، بقول له يا شيخنا حصل كذا كذا، هل ده حرام ولا حلال؟ قام الشيخ خابطني بالقلم، يعني راجل رايح يستفتيه قام هو خبطه بالقلم. قال له انت عيل قليل الادب وعيل واطي وعيل بيك وعليك، والحتة دي ما تقرب لهاش خالص. انت عايز من المكان ده ايه ومش عندك المكان اللي ربنا خلقه لك؟ مالك ومال الحاجات دي؟ حرام، ابعد عن الحتة دي خالص. الواد اتخض وخد بعضه ايه وروح. بس مش عارف الواد برضو عن لسه عنده شوية تفكير او عنده شوية اي حاجة، فقال لك لا ما اروح اسأل الشيخ التاني. فسأل الشيخ التاني. الشيخ التاني قال له يا ابني حرام، ايه اللي يخليك تعمل كده؟ ما تقربش للحتة دي خالص، واستغفر ربنا وتوب اليه وربنا يستر عليك وخلاص بقى وعدي. فهو حكى لي الموقف ده وقال لي رأيك يا شيخ. فانا بقى ايه مت من الضحك على الموقف. وبعدين فقلت له لا يا عم بص، انت استمتع بالمكان ده على قد ما تقدر واعمل اللي انت عايزه كله، ما تحرمش مراتك من المداعبة في المكان ده وما تحرمش نفسك. ولو نقطة لبن او حاجة شوية لبن نزلوا في بقك عادي ماشي، حاول ما تبلعهمش. بلعتهم انت ما عندكش اي نية انك تبلع لبن عشان تكون اخوها او تكون اختك او كلام من ده، والدنيا امان واستمتع بوقتك وما تسمعش كلام حد. فالواد التاني معاه قال له مش قلت لك هو اللي هيجيب لنا الحل. فالواد ردت في الروح بقى تاني يعني فاهم. قال لي شكرا يا شيخ، والله العظيم انا ما اعرفش اقول لك ايه. يحيى العدل، يحيى العدل. بص شايك ده على حسابي، كنا بنشرب شاي اهو، شايك ده على حسابي وما تدفعش. وراح يدفع القهوجي وكلام من ده. وانا عايز اقول لكم ان الفتوى دي سليمه 100%، وانا عارف انا بقول ايه، وان الشيوخ دولت افتوله من منطلق ان ده عيب عيب عيب. انت بتعمل ايه اللي يوديك هنا؟ فمش فكره حلال وحرام ودليل. فدي كانت فتوتي، واللي عايز يخانقني يخانقني. وهنا انا عايز اقول معلومه مهمه جدا جدا. انا واثق ان 50% على الاقل من اللي بيتفرجوا على الفيديو ما يعرفوش. الست ممكن توصل للاورجازم عن طريق مداعبه الصدر. ايوه توصل للاورجازم وتخلص. ايوه الست تخلص من بس مداعبه الصدر، من غير من غير ما تعص ايدك ولا تعص السرنجه ولا اي حاجه. لو لعبت الست صح، مش كل الستات، بعض الستات المكان ده اكثر حساسيه من الستات التانية، فممكن توصل للاورجازم بمداعبه الصدر. ولو نزل نقطتين لبن ولا حاجه، لو هي بترضع ولا كده ونزل نقطتين لبن ولا حاجه، مفيش مشكله في زورك، يعني مش هتقع على البحر. هي عشان تبقى اختك انت محتاج 5 رضعات مشبعات، فمعلش انت لما تبقى زي ضرفة الباب كده ومحتاجين 5 رضعات مشبعات، ده احنا عايزين نجيب لك 4 جواميس عشان تاخد منهم 5 رضعات مشبعات. فالنقطة ديت ما بتعملش اي حاجة، مش النقطة يعني whatever، مش هتعمل اي حاجة وانت في التمام. والعب براحتك وما تحفش، سيب حاجة للواد الصغير او البنوت الصغيرة اللي بترضع.